تخيل في بيتك الجديد تفتح الشباك تلاقي عين بتبص ليك، والأغرب إنك بتصحى كل يوم الساعة 3:15 الفجر لوحدك، والصدمة إن الناس بتقول إن هو ده وقت الجريمة اللي حصلت في البيت ده. وما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. ده مش فيلم رعب، دي قصة حقيقية عن بيت أميتفيل اللي حصلت فيه جريمة بشعة سنة 1974 لما شاب اسمه رونالد ديفيو أنهى حياة أسرته وهم نايمين، وهو قال إن في أصوات هي اللي أمرته. بعدها بسنة عيلة لودز سكنت في البيت. أبوهم جورج بقى بيتصرف بغرابة، بيصحى كل يوم في نفس وقت الجريمة، والبيت بقى فيه صراخ وريحة مش حلوة وحيطة بتطلع مياه خضراء. وفي الآخر بعد 28 يوم بس هربوا بالليل من البيت من غير ما يرجعوا تاني. والسؤال هنا، هو البيت فعلا كان مسكون ولا كل ده كان مجرد خيال؟ وعموما هتلاقوا الحلقة بالكامل موجودة على قناة صندوق الدنيا، روح وشوفها دلوقتي.